أنا فريدة، وأنا مجدي. وإحنا جايين نثير الجدل. ونناقش حكاوي من جوه كل بيت. الطلاق وسنينه. حق الراجل فين؟ قلنا الست المطلقة مظلومة، صح؟ طب والراجل المطلق هنيجي عليه برضه ونسيب مجتمعنا الجميل يحطه بالنار الراجل اللي بيستحمل ويجمد وما ينفعش تبان ضعيف، وبين لهيب محكمة الأسرة ويا تدفع يا تتحبس، ومستقبل بيتدمر من أول السمعة الوحشة. ده مطلق بيدور على واحدة تخدمه بس، ابعدي عنه. للحمل التقيل بتاع نص ولا تلتين مرتبه يدفع نفقة، ده غير القايمة وتبديدها حتى لو ما حصلش، والمؤخر وي وي وي. لحد بيوت كتير رفضاه لأنه مطلق من قبل ما يشوفوه ولا يعرفوه، لمجرد إنه يحمل اللقب. لا، وقمة التناقض الفكري بقى في مجتمعنا إن أصحابه وأوقات كتير أهله بيشوفوه محظوظ، ويا بختك يا عم مش شايل مسؤولية، فتلاقيه بيدخل دوامة نفسية معقدة جدا لأن شكله قدام الناس مهم. ربينا أولادنا على كده. الطلاق مشكلة كبيرة في مصر. والراجل زيه زي الست بيتظلم لمجرد إنه بقى مطلق، ويا سلام بقى لو في أولاد. حدوتة تانية هنحكي عنها في حكاوي من بيوتنا. تفتكروا نقدر نغير ده إزاي؟ شاركونا رأيكم، ابعتولنا في الكومنتس.